السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رشا. الفيديو بتاعنا النهاردة مفيش أطعم ولا ألذ من كده. هنعمل النهاردة الرز البسمتي بالخضار مع صدور الدجاج بالصوص المكرمل. كملوا معانا الفيديو للآخر وإن شاء الله هتقومي تعمليه. ويا ريت ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة ونفعل الجرس ونعمل لايك. هنسمي الله مع بعض. بسم الله. هنا معانا اي كمية صدور متوفرة عندك في البيت على حسب افراد اسرتك. هنعمل فيها خطوط بالسكينة بالطول والعرض من غير ما نقطعها. تمام كده، ونركنهم على جنب. وهنا معانا حلة وعلى نار متوسطة هنسخن معلقتين زبدة او اي مادة دهنية عندك، وهننزل ببصلة مفرومة مع التقليب لحد ما تصفر بسيط. وبعدين هنزل بكوباية خضار مجمد زي ما انتوا شايفين مع التقليب. وبعدين هنزل برشة فلفل اسود واقلب كويس. وبعدين هنزل بكوباية رز مغسول ومتصفي. انا هنا استخدمت رز بسمتي، ممكن تستخدمي اي نوع رز تفضليه. ونقلب كويس. هنزل بمعلقة ملح. تمام. ونقلب كويس بحيث ان المكونات كلها تكون متسخنة كويس مع بعض. وبعدين هنزل بكوباية ونص مية سخنة للتسوية، ونهدي النار ونسيبه يستوي براحته. تمام. غطيته واسيبه يستوي شوية وهرفع واقلب تقليبة كده بسيطة. وبعدين هرجع اغطيه تاني واسيبه يستوي مع بعضه كويس. تمام كده. معانا هنا دقيق هغلف فيه قطع الدجاج من كل اتجاه زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هنسخن معلقتين زبدة او اي نوع سمنة عندك. هنزل بالفراخ تاخد لون من الناحيتين، وخدي بالك النار تكون متوسطة. شايفين الجمال؟ هنا بعد ما اخدت لون هنزل بمكعب زبدة وحوالي 4 فصوص ثوم مفروم. واقلبهم كويس. وبعدين هنزل بمعلقة صغيرة من معجون الطماطم. ومعلقتين كبار من دبس الرمان. تمام زي ما انتم شايفين. ومعلقة صغيرة من الخل الأبيض. وأقلبهم كويس مع بعض. هنا هنزل ببعض قطع الفلفل، ودي الخطوة اختياري، حابة تحطي فلفل مش حابة براحتك. مع التقليب عشان القطع الدجاج تتشرب كويس. وبعدين هنزل برشة ملح ورشة فلفل اسود. وبعدين هنزل بربع كوباية مية واسيبها على نار هادية تكمل سوا. روعة روعة، الريحة تجنن. وبعدين هنزل ببعض قطع الفلفل الحار. شايفين الجمال كده؟ اكتملت النضج. وهنا معانا الرز استوى وهنبتدي نقدم. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. وبألف هنا على قلبكم. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة ونعمل لايك ونفعل الجرس على الكل. والسلام عليكم ورحمة الله.